السلام عليكم، أنا دكتور أحمد العايدي، أخصائي التركيبات وزراعة الأسنان في عيادة وايت برايت. حقيقي في أسئلة كتيرة جت على الهوليوود سمايل، هل هي مضرة؟ هل ممكن إنها تعمل لي مشاكل الهوليوود سمايل؟ طب خلينا نتكلم على يعني إيه الأول هوليوود سمايل عشان نقدر إن إحنا نرد على السؤال ده. فكرة هوليوود سمايل هي نتيجة أنا عايز أوصل لها. هوليوود سمايل هو شكل الأسنان مرصوصة بشكل كويس، الأسنان شكلها حلو، لونها كويس. ده معنى كلمة هوليوود سمايل. يبقى إذا هوليوود سمايل دي هي مش تكنيك، مش تكنيك أنا بعمله اسمه تكنيك الهوليوود سمايل أو خطوة اسمها خطوة الهوليوود سمايل. هي نتيجة أنا عايز أوصل لها. بوصل لها عن طريق بقى كذا تكنيك ممكن أستخدمه، يعني ممكن إن أنا أعمل هوليوود سمايل عن طريق فينيرز، ممكن يكون عن طريق كراونز وتركيبات، ممكن يكون عن طريق حشو عصب وكراونز، ممكن يكون عن طريق تقويم وتبييض، ممكن يكون عن طريق زراعه. كل حاله ليها خطه معينه مناسبه للحاله دي. يبقى اذا انا عندي لو احنا عملنا يعني خطه علاجيه كويسه للمريض، ولقينا هو محتاج يوصل للهوليوود سمايل دي عن طريق الحاجه المناسبه ليه وعملناها بالشكل المناسب ليه، يبقى في الحاله دي مش هتكون مضره. هتكون مضره لو احنا استخدمنا خطوه او تكنيك مش مناسب للحاله. يعني لو واحد عنده اسنانه مثلا دي مشهوره جدا للاسف وبقت ناس كتير بتعملها، وموضوع للاسف وحش جدا. لما يجي حد الاسنان بتاعته مثلا معوجه شويه او خارجه لبره شويه، وهو عايز يعمل الاسنان بتاعته يكون مرصوصه وشكلها حلو، يبدا يروح لكذا دكتور، فدكتور يبلغه ان احنا محتاجين نعمل تقويم، ولكن الموضوع ده هياخد سنه سنتين على حسب يعني الحاله عامله ازاي. وواحد تاني يبلغه ان احنا لا، انا ممكن اعمل لك الموضوع ده في خلال اسبوع، بكون مخلص لك كل حاجه. وطبعا دايما المريض بيميل للحاجه الاسهل الارخص واللي تاخد وقت اقل. ولكن النتيجه بيكون ايه؟ بيكون انا عندي الاسنان بتاعتي لو هي خارجه لبره شويه او معوجه شويه، واحتجت ان انا ادخلها لجوه من غير ما ادخلها بتقويم، يبقى بالحاله دي الدكتور هيعمل ايه؟ هيجيب الجزء اللي هو خارج لبره، هيبدا يعمل فيه برد في المكان ده لدرجه ان ممكن نص السنه تتشال، وبالتالي العصب بتاعي بيتكشف، وبالتالي بنعمل حشو عصب، ونعمل حشوات عصب الاسنان كلها، ونعمل عليها كراونز كلها. وفي خلال اسبوع بيكون شكل المريض جميل جدا، ويكون مريض يعني في قمه الفرحه ان هو خلص الموضوع ده في خلال اسبوع، وتكلفه اقل ووقت اقل. ولكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا فقدت نص الاسنان بتاعتي من غير ما احس. وان الاسنان بتاعتي دي بدل ما كان مقدر ليها انها طبعا يعني كله في علم الغيب، بس مقدر ان انا متوسط عمرها مثلا 20 30 سنه كمان، انا كده قصيت العمر بتاعها كمان النص تقريبا. وبعد كده الاسنان دي هيبقى سهل انها تتكسر، وبقت الاسنان دي ضعيفه لان الجزء اللي متبقي من السنه بقى قليل جدا. يبقى اذا المشكله عندي في الهوليوود سمايل مش في الكونسبت نفسه او في النتيجه بتاعت الهوليوود سمايل، قد ما هي الغلط في التكنيك. يبقى اذا الحالات، في حالات بيكون مناسب ليها ان احنا نعمل فينيرز، وفي حالات مش محتاجه غير تبييض اصلا بس، وفي حالات محتاجه تقويم، وفي حالات محتاجه كراونز، وفي حالات لا، الاسنان دي متبهدله خالص وفيها تسوس كبير جدا، ومحتاج انها يتعالج ويتعالج علاج عصب، وبعد كده تعمل عليها كفر عن طريق الكراونز عشان تحفظها وتحميها. يبقى الحاله دي مناسب ليها التكنيك ده، بل ده هو ده اللي هيحافظ على الاسنان. ونفس التكنيك ده لو عملته الحاله الثانيه يبقى انا بدمر الاسنان دي. دي القصه اللي ليها يعني اللي ليها علاقه بالتكنيك او ليها علاقه بالهوليوود سمايل، وهل هي مضره ولا لا. طب ازاي بيتم عمليه الفينيرز، وازاي الكراونز بتتعمل، وايه الفرق ما بينهم؟ ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي، وانا اعرفكم الفروق ما بينهم هتبقى عامله ازاي. تابعونا ان شاء الله.